البعض شاطر بدس السم بالعسل على أساس ما حدا رح يكشفه أو يحس عليه، والمثال الأوضح على هذا النوع محمد حبش. محمد حبش يلي هو مو عرفان شو بده ولا حدا فهمان عليه، أبو الإنسانية والدين الإبراهيمي وحبوا بعضكم، يلي مو شايف من الإرهاب والتكفير والقتل والإجرام غير المسلمين وبس. هذا المتلون ينشر على صفحته على الفيس بعد التفجير الذي طال مسجد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بيقول بالحرف: أما حان الوقت لنعترف بأن ثقافة التكفير السوداء هي التي ستجلب الدمار والخراب لبلادنا الحبيبة؟ هل سيستمر الأغبياء في القول وشو فيها إذا كفرناهم؟ كل واحد حر وخليهم يكفرونا كمان. التكفير بوابة التفجير. طبعا هون هو عم يتهم المجتمع المسلم السني وحكومة البلد بطريقة غير مباشرة. يا حبش أفندي، يا أبو الإنسانية، الطفل الصغير بيعرف إنه لا التكفير له علاقة ولا هو الهدف، وبيعرف كمان مين له مصلحة بهالتفجير ومين ممكن يساوي هيك عمل جبان وخسيس، وبيعرف شو الهدف من وراها. معقول أنت ما بتعرف؟ طيب إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم، لأنها بتدل على نواياك الخبيثة في خدمة أسيادك في تشويه الإسلام والمسلمين وأحرار سوريا. ومن كام يوم نشر مناشدة رقيقة مهذبة محترمة للمجرمين في قسد مظلوم عبدي وجماعته لوقف الحرب في حلب، بس ما أدان العمل الجبان لأنه باعتقاده مو تكفيري، يعني بهالحالة ما عنده مشكلة مع PKK إنه يقتلوا ويشردوا الناس، هذول علمانيين كيوت مو إسلاميين ومو تكفيريين. وقبل ذلك ينشر وصفة جاهزة للعنصرية البغيضة والتحريض العنصري بشكل لا يقبل الشك بقوله: وكل خطاب عنصري ضد الكرد وكذلك ضد العرب هو نذالة اجتماعية وجريمة قانونية وانحطاط أخلاقي ووصفة جاهزة للتقسيم. وضد العرب بين قوسين هي ما كانت في بداية النشر، أضاف بعدين: يا حبش يا أبو قرون، كم ألف مرة لازم نحكي ونقول على كل المستويات الشعبية والحكومية والثقافية والسياسية وغيرها وغيرها، ما عندنا مشكلة مع إخوتنا الأكراد إخوة الدين والوطن، مشكلتنا مع مجموعة إرهابية مجرمة لا تمثل الأكراد ولا تعترف بالوطن وتحتل الأرض وتمارس كل أنواع الرذائل والتخريب الاجتماعي والثقافي والديني والاقتصادي، وينسقون مع إسرائيل وإيران وحزب الله وفلول النظام البائد وعصابات الهجري. كل هذا يبدو إنك ما شفته ولا بتعرفه ولا سمعته. ريحتك طالعة من زمان يا حبش، وسلامة راسك يا وطن.